السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن نبات الصبار أو نبات الألوفيرا. نبات الصبار في منه أنواع كتيرة، بس النوع اللي هو أكتر شهرة واستخدام هو النوع ده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصبار اللي هو اكتر استخدام وشهرة، الصبار اللي هو ده اللي هو بيكون الجل بتاعه سميك. المعروف عن الصبار ان هو مضاد للالتهابات ومضاد للبكتيريا ومضاد اكسده. زي ما انتم شايفين نجحته في المي لعدة ساعات علشان المادة المرة اللي فيه. المعروف عن الصبار من قديم الزمان ان الصبار بيساعد في علاج الصلع والتهاب الكبد والشفاء من الجروح والشفاء من الحروق وبيقلل الألم. الصبار بيساعد في علاج حب الشباب بجانب الأدوية والصابون الطبي. لو دهنت منه مرة أو مرتين يوميا ده بيساعد في الشفاء في علاج حب الشباب. الصبار بيساعد في علاج بعض الفيروسات الجلدية، مفيد للشعر، بيزود كثافة الشعر ونمو وتطويل الشعر. الصبار مفيد للبشرة، بيقلل التجاعيد وبأخر علامات الشيخوخة. على الرغم من ان الصبار مش بيسبب حساسية لأغلب الناس، ولكن ممكن يسبب لبعض الناس. فانت لو هتستخدمي جل الصبار كدهان لأول مرة جربيه في منطقة بسيطة، ولقيتيه مش بيسبب لك حساسية فاستخدميه على بركة الله. أما استخدام الصبار عن طريق الفم فهو بيساعد في شفاء بعض الأمراض المزمنة زي السكر والتهاب الكبد والتهاب الجهاز الهضمي، وكمان بيساعد في التخسيس. وخلي بالك الصبار زي ما هو ليه فوايد هو برضه بيكون ليه أضرار. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما تستخدموش بطريقة عشوائية على المدى البعيد. لو هتستخدميه على المدى البعيد لازم يكون تحت إشراف الطبيب. أما الصبار لو استخدمتيه دهاء هو آمن جدا. وادي الصبار اهو، الصبار اهو زي ما قلت لك تنقعيه علشان المادة المرة اللي فيه لو انت هتستخدميه عن طريق الأكل. ويا رب تكونوا استفدتوا بمعلومة، وما تنسوش اللايك، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.